قربوا الدوار من المدرسة، تصريح وزير وليس هذيانا وهلوسة، بائع مصاصات يخرب التعليم يا للأسى. قربوا الدوار من المدرسة، حاولوا تقربوا الدوار لأحسن مدرسة. أما رأيتم هاري بوتر كيف ركب على ظهر المكنسة؟ دواركم متنقل أشبه بقارب على الشط رسى. قربوا الدوار من المدرسة، حاولوا تقربوا الدوار لأحسن مدرسة وديروا الترونسبور سكولير، تقاتل باش يكون عنده الترونسبور. ادفعوا ثمن النقل حتى ولو كان الجيب قد أفلس، لا يقوى على شراء كتب أو طبشور أملس. سيروا على الأقدام ودوسوا على الأرض المتيبسة، هكذا سيصبح الطفل طبيبا والطفلة مهندسة. فتعليم الدوار سيء من المعلم إلى الفارسة، 50 تلميذا الفصل مزدحم تكدسا. حاولوا تقربوا الدوار لأحسن مدرسة، وسير شوف فين كاين الأستاذ المخير. قربوا الدوار من المدرسة، سيقولون أننا نمهد للخوصصة، استراتيجية وكولسة، لا تبالوا فهذا تحريض ووسوسة. شدوا الرحال ولو عدتم بظهور مقوسة ووجوه محمصة مشمسة. الوزير كان يسافر إلى أبعد مدرسة، لكنه تعمد أو نسى أن يخبركم أن ملعقته في الذهب مغمسة. هل يرانا أحد يا جلال؟ نخفي فسادنا خلف السرائر والضلال، نتآمر وكأننا في عصر البصري عصر الضلال، نتشيطن وندلس بأنبوتيمو فذلك عندنا حلال. هل يرانا أحد يا جلال؟ ننفث الدخان ونخل بالجلسة أيما إخلال، نخرس صوت الحق ونكبله بالأغلال. هل يراك أحد يا جلال؟ تسترق السمع وتحاول الانسلال. هل يسمعنا أحد يا جلال؟ نتفوه بأفسق عبارات الانحلال، ننعت الصحفي بالزامت والتاء حرف احتلال. مجاهد أنا سأجفف بالمحامين الأرض وأذيقهم طعم الإدلال. كيف ما كيتفرج فينا شي واحد؟ جلال؟ هل يرانا أحد يا جلال؟ قد نسينا ربنا ذو الجلال، ما عاد قلبنا نقيا أبيضا زلال، لن يبقى في جسم الصحافة سوى ورم وأطلال. نستغل منصبنا أبشع استغلال، لجنتنا تتآمر بالهاتف وتدعي الاستقلال، توزع الأحكام دون حجة واستدلال. أرأيت ضميرنا يا جلال؟ يصغر في غاية الإضمحلال. أرأيت منصيري كيف ترك الكرة ودار ولف، هكذا المسؤول يدير ظهره حتى ولو وعد وحلف، بل وحتى ولو رأى بأم عينيه مكمن التلف. منحوا الكساب دعما ورفعوا ثمن العلف، هي ليست مساعدة بل وكأنها سلف، هو دين وقرض فقط الأسلوب اختلف. انتظرنا عاما كي يكثر القطيع ويولد له خلف، وها هو العيد قد اقترب جاء دلف، ليعم الغلاء مجددا من كل طرف. 43 مليارا سرقت لن ننساها ولو أتى الخرف. القضية طمست وأغلق الملف، دفن بالأرشيف وضع في رف، لم يكشف من سرق ومن صرف، من تعشى بالمواطن وانصرف، من عن الطريق زاغ وانحرف، من للصوصية امتهن واحترف، من على قوت الشعب تغدى واغترف، ليعيش البذخ والترف. ليس فسادا انطباعيا كما صرح الوزير واعترف، بل فساد واضح في منتهى القرف من أناس بلا ضمير بلا شرف. هو ليس كبير كهنة معبد آمون، ولا يهودي حرم عليه في السبت صيد الصلمون، ولا مسيحي جده صام أو صيمون، وزير أوقاف في دولة أهلها مسلمون، يصف المنتقدين بأنهم مجرمون. ما لكم يا وزير كيف تحكمون؟ رفض الخطبة الموحدة ليوم الجمعة المبارك الميمون ليس جدلا أو نزوة أو ارتفاع هرمون، بل لأن وقعها في الأسماع كوقع مذاق الليمون، لغة لا يفهمها الأسلاف ولا حتى جيل البوكيمون. خطبة بدل أن تناقش لب الطعام تناقش رائحة الكمون، قد سكنت الوزارة دهرا وجسدت معنى الكمون. أما حان وقت الرحيل أم أن منصبك إلى يوم البعث مضمون؟
جلوس أخنوش على العلم المغربي ليس تعبيرا مجازي أو تصرفا عاديا غريزي، بل تجاوز للخط الأحمر القرمزي، حركة لا يفعلها إلا عدو أو غازي. فحتى اللاعب يقبل العلم ساعة الإحراز، فكيف لعاقل أن يجعله تحت مخرج البراز؟ إن لم تحترم المقدسات فعلى الوطن التعازي. يطحنون القمح مع الأوراق، تعبير مجازي تماما، مثل ما رد على بشرى الفزازي بتعبير استفزازي. شيوخ بحالك يصافحون وبقوة كيورك عليك مزيان. على الصحافة أن تتعلم فك الألغاز، اسألوا الرحى ساعة الاهتزاز، اسألوا أهل الطحن، اسألوا يد الخباز. طحن الورق معناه ذاك الانتهاز، من يأخذ الدعم ويسعى للاكتناز، من يزور الفواتير ويحظى بالامتياز. راه كاين اللي كيطحن غير الوراق، الدقيق المدعم راه خصكم تشوفوه، راه بعض المناطق راه ما تاكلوش. حسنا يا أحمد التويزي، ألم تقل ثمة من الدقيق الممتاز ما لا يصلح للأكل مذاقه مثير للإشمئزاز، هنا مربط الفرس، هنا نقطة الارتكاز. ملي قلت على انهم كاين ناس اللي كيطحنوا الوراق، لم اقول انهم كيطحنوا الوراق مع القمح، انهم كيطحنوا الوراق ما كيطحنوش القمح، سواء دير كتو عنده كوطا اكس ما كيطحناش كلها. هل تحسبنا جئنا من بلاد القوقاز؟ لهجتنا ولغتنا من نفس الطراز، كلامك أوضح من كلام مرسي بالإنجليزي. يا أحمد التويزي، لو كنا في بلد لا يفرق بين الفقير والبرجوازي لسجن الفاسد مثل ما سجن ساركوزي. الانتخابات في غاية النزاهة، إياك أن تشكك وتدعي النباهة، فالمترشحون كلهم أشباه باها، شرفاء لا يسعون للمناصب والوجاهة. الناجح حتما لم ينجح بأصوات اشتراها، فلتكن هذه حقيقة وبداها. إن رأيت تزويرا فلأن عينيك تنظران ببلاها، خللا في دماغك أوعاها، أغلق فمك ولا تتفوه بفهاها، أو ستقضي في السجن فترة نقاها. 5 سنوات لم يحصل عليها حتى الناطق بسفاها، من شكك ونكت على القرآن بفكاها، من زور الشهادات وباعها بشراها، من نهب المال وخبأه في متاها، من اعتدى على قاصر عنوة واتاها. 5 سنين حبسا اللي شكك في نزاهه الانتخابات. هادشي اللي داروا القانون ديال مجلس النواب رقم 27/11، واللي قال في الماده 150 المكرره على معاقبه كل من نشر او بث او روج اخبارا كاذبه او محتويات رقميه مزيفه تمس بمصداقيه ونزاهه الانتخابات او تهدف الى التاثير على اراده الناخبين، بالحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامه ماليه تتراوح بين 50,000 درهم و300,000 درهم. واش هاد الحكومه باغيه تحمي العمليه الانتخابيه من التاثير ديال الاشاعات، او باغيه تسكت الناس اللي كينتقدوا ما يقع في العمليه الانتخابيه من استماله اصوات الناخبين واستعمال المال والتزوير؟ وهذا راه واقع تؤكده احكام المحكمه الدستوريه في العديد من المرات، بالاضافه لكاين قضايا ابطالها هاربين كاع خارج المغرب بسبب تزوير الانتخابات. هذا الطبيب يعرف مكمن الخلل وينام بكل اريحيه. 72 ساعه او ساكشف المسرحيه، وافضح الفاسد واريهم راس الحيه. اعيدوا اصدقائي لاصمت واضرب لكم 1000 تحيه، هم ليسوا شماعات او خراف اضحيه. هل عرفتم الان لماذا تدهورت القطاعات الصحية؟ ولماذا ينقل المريض من وجدة إلى الرباط بمروحية؟ ولماذا توجد مصحات أهدافها ربحية؟ بسبب أصحاب المآرب القمحية وغياب الضمير والقيم الروحية، تواطؤ ومصالح وصفقات شبحية، وتكتم عن فساد أدركته القزحية. تالله إن الأخرس بعث حيا. إليكم هذه الخلاصة: دمروا التعليم وأطلقوا عليه رصاصة، حين عينوا وزيرا يبيع حلوى المصاصة، أفسدوا الشباب بإحضار صلقوط ورقاصة، فأصبحوا يدخنون ويتعاطون أقراصا، قطاع طرق صاروا يعانقون الأقفاص. أن تصبح وزيرا لا يتطلب كفاءة واختصاصا، بل تزلفا وانتماء يسمونه إخلاصا. الصحة أكذوبة تعاني
تهميشا وخصاصة، مصحات تمتص جيوب المواطن امتصاصا، أخلفتم وعودا طبعتموها على ظهر قصاصة، رحيلكم لا يكفي بل حسابا وقصاصا. أخ النوش، أردنا استقالتك لا أن ترتدي جلبابا وطربوش وتعد علينا الخسائر بملامح المدهوش وكلام خشبي أضفيت عليه بعض الرتوش. أخ النوش، جلست مع وزرائك تتفرجون من أعلى العروش، لا بلاغ ولا بيتاس ولا حتى تحريك رموش، اكتفيتم بإرسال رجالات حموش فتسببتم في الشغب والتخريب من أبناء الهيبوش. من يحرق أو يخرب فاسد لا فرق بينه وبين أصحاب الكروش. أردنا الصحة والتعليم ومستقبلا بالورد مفروش، لا نهبا وتخريبا وجثة تحمل فوق النعوش. المخرب مجرم حتى ولو كان صغيرا بين ساقيه لكوش، بل وحتى ولو كان تخريبه بضع خدوش. التصدي لهؤلاء واجب ولو يقتضى الأمر بالخرطوش، فهم أعداء الوطن وخدام بن بطوش.